ماما النهارده عيد ميلاد ندى صاحبتي وعاوزه اروح. لا مفيش عيد ميلادات. بابا ماما بتقولي مفيش عيد ميلادات. ايه ولا ما تودي البت العيد ميلاد وانا هوديها واجيبها. ماما انا عايزه ايس كريم من التلاجة. مفيش ايس كريم غير بعد الغدا. يوه هو كل حاجه لا والله لا اقول لبابا لو ما اديتنيش الايس كريم يطلقني. هو انت كل حاجه تهدديني بابوكي؟ هنا القاهرة إلى ربات البيوت. تعالوا بقى نحكي مع بعض عن موضوع الطفل اللي بيهدد الام بالاب وبيهدد الاب بالام. دي بقى عامله زي الضابط الطيب والضابط الشرير اللي بنتفرج عليه دايما في المسلسلات والافلام. اما بيبقى فيه شخص عايزين نطلع منه اعتراف او عايزينه يعمل حاجه بندخله الضابط الشرير الاول بيشخط وينطر علشان نخوفه، وبعد كده يجي الضابط الطيب يطبطب ويدلع ويهنن، وبعد كده بياخدوا اللي هم عاوزينه. غالبا بقى في القصه دي بيبقى ايه؟ الام هي الضابط الشرير لانها هي اللي قاعده في البيت طول الوقت ولانها هي اللي بتربي، انما الوقت اللي بيقضيه الاب مع اولاده يا في الاجازه يا بعد ما يرجع من الشغل. العيال بقى بتبقى دي فتره الدلع بتاعهم، بيقعدوا يلعبوا معاه ويتنططوا على كرشه ويجيب لهم في حلويات. بابا ده بقى بيبقى الضابط الطيب اللي هو الصاحب الطيب. انا كطفل عارف ان بابا هو الاقوى، فبعمل ايه؟ بهدد ماما دايما ببابا، وفي بعض الاحيان بتبقى معكوسه. لو الاب شخصيته ضعيفه بهدد بابا بماما. طالما البيئه كده الطفل ده ساعات كمان بيهدد اخواته، يا بابا يا بماما يا تعملوا لي اللي انا عاوزه. علاج بقى الطفل اللي بيهدد ده ايه؟ واحد، لو موضوع الضابط الطيب والضابط الشرير ده موجود ما يتثبتش طول الوقت على شخص واحد. ماما تلعبوا شويه وبابا يلعبوا شويه، وما يبقاش طول الوقت في شخص سيء وشخص طيب، فبالتالي الطفل مش هيعرف يستخدم الاسلوب ده. اتنين، الطفل لما بيستخدم التهديد بين الاب والام بيبقى عارف ان في شخص اقوى من التاني، والمفروض ده ما يظهرش قدام الاطفال. لازم العيال تبقى عارفه ان الاب والام حاجه واحده وسرهم مع بعض وبيكملوا بعض ومتفقين دايما، ومفيش حاجه اسمها ده سر بينا. مش هروح اكلم ماما واقول لها ده سر بينا اوعي تقولي لبابا، او اروح اكلم بابا واقول له ده سر بينا اوعى تقول لماما. لازم ابقى عارف اني بكلم ماما يبقى بكلم ماما وبابا، بكلم بابا بكلم ماما وبابا. السر بينا احنا التلاتة مش بين اتنين بس. تالت حاجة، ما ينفعش ان الطفل يشوف ان الام كلامها بيتكسر والاب كلامه بيتكسر برضه، ولو ان الاب كلامه بيتكسر دي قليلة، دايما الموضوع بيجي عند الام بس، او ان حد من الاتنين بيزعق ويمشي كلامه على التاني. ده بيحصل في الغرف المغلقة، ما بيحصلش قدام الاطفال، علشان العيال مش غبية، العيال بتعرف فين ميزان القوة وبتلجأ له. رابع حاجة، ما تعودش ابنك او بنتك ان اول ما تدخل من الشغل يجوا يودودوا لك في ودانك ويفضلوا يحكوا لك ماما عملت طول اليوم وسوت وعملت فيا، علشان حضرتك بتسمع كلامهم وتقوم تزعق وتنصر العيال على الام. استنى بس شوية وهيحتاج حاجة منك وهيروح يقول لماما وهيستخدم نفس الاسلوب، وعليك انت يا بابا، وهتبقى اللي استفدته انك خلقت سلوك سيء في ابنك. على فكرة الاب كتير بيبقى هو السبب في تهديد العيال للام، فبعد اذنك عايزة اقول لبابا ما ينفعش انك تنصر ابنك او بنتك على ماما، علشان اول واحد هيشوطه هو حضرتك، لانه هيبقى اتفرعن ومش هتعرف توقفه، ومن حفر حفرة لاخيه وقع فيها. قولوا لي بقى في الكومنتات لو ابنك بيهددك بابوه طول الوقت هتقولي له ايه؟